المختلف في علبة الزبادي ديت عن اي زبادي تاني؟ ان الزبادي اليوناني بيمر بمرحلة زيادة عن الزبادي العادي، وهو انهم بيستخرجوا منه اللاكتوز والمية اللي هي كل السوائل، فبيفضل المنتج الكريمي بس. وهتحس ده في قوام المنتج اللي هو خالي من اللاكتوز وعالي في البروتين، وده المطلوب. وعشان كده فهو مناسب جدا للناس اللي عندها حساسية اللاكتوز. نسبة البروتين فيه اعلى بكتير عن اللبن والزبادي العادي، بتتراوح من 8 ل 15 جرام في العلبة الواحدة، وده بيختلف حسب الشركة المنتجة. عندك مثلا جوينا سادة 15 جرام بروتين، والمراعي سادة 10 جرام بروتين. فيها كمان نوع من البكتيريا النافعة اللي لازم وجوده في جهازك الهضمي، ولو عاوز تتأكد من كلامي جربها اسبوع بس وهتشوف بنفسك ان الهضم عندك احسن بكتير. اخر حاجة والاهم انها بتشبع جدا، وفي منها انواع اوريدي معمولة بميكس فاكهة زي المراعي فراولة وتوت، ومكتوب عليه انه قطع فاكهة حقيقية. وجوينا في منه بالخوخ وميكس توت. هقول لك ملحوظة ممكن ما تاخدش بالك منها، ان الانواع السادة اعلى في نسبة البروتين من الانواع المضاف لها فاكهة. عندك مثلا جهينة سادة 2% دسم و15 جرام بروتين. نيجي بقى على الفاكهة هنلاقيها 12 جرام بروتين بس. فسواء بالفاكهة او السادة بألف هنا على قلبك.